مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ وحشنا كتير اختي انتويه قد الدنيا كلها. لو اول مره تشوفونا ما تنسوش تحطوا لايكات، عاوزين لايكات كتير زي ما انتوا بتوعدوني. لا، زي ما انتوا بتقولوا لي نزلي فيديوهات كل يوم يا مزن، انا عملت بكلامكم. بصحى يوم يوم لا بصور لكم فيديو، كل يوم بصور فيديو. فانتوا كمان دعموني باللايكات، عاوزه لايكات كتير قوي قوي قوي، شجعونا، لان اللايك دوت يعني تشجيع ليا مش لينا، ليا انا طالعه لوحدي، ليا لايك ده تشجيع ليا انا. يعني اكنك بتدعميني كده، تقولي يعني ايه، تديني ورديه كده، خدي يا ام زكي، يعني بتشجعيني، تديني حماس وطاقه. فيا رب يحط لنا لايك يا رب. اسمعي خبر سعيد النهارده، وادعي لي انا كمان اختي، ادعي لي كده ربنا يفك كربي كده. ويعني ساعات بكون مخنوقه وانا قاعده. النهارده الجمعه مباركه عليكم، جمعه سعيده عليكم، جمعه مليانه تفاؤل وخير ليكم يا رب وعلينا يا رب جميعا يا رب. فانا صاحيه بقى عشان اجهز الغدا بتاعنا معاكم. فانا هعمل عدس ماشي، مش لازم يعني اكلات بقى فراخ ولحمه وكده، عايزين نمشي بقى يعني يوم اقتصادي بقى النهارده. فانا جبت ربع عدس، على فكره ربع عدس بقى ب 9 جنيه، ربع جنيه بس الحمد لله نضيف. بص كده يا محمد، قشطه اهو نضيف اهو زي الفل. لو في بقى اي سوسه اي حاجه شيليها، بس هو نضيف اهو لسه جايباه. انا بحط على العدس بتاعي، بعمل ربع كيلو مثلا، بحط بصلايه صغيره، بحط بتاع، هنشيل هنا طماطم شويه، هنحط 5 طماطميطات ها، وهنحط جزرتين. انا غاسله الطماطم ماشي، ناقص بس اغسل العدس، وبصلايه صغيره، ولو عندك شويه توم حط شويه توم وبصل، لو عندك بطاطس حطي واحده، لو عندك اسمه ايه قولوا لي معايا، بسم الله، كوسه حطي كوسايه. العدس بتحطي فيه اي حاجه، شوربه خضار مفيش اي مشكله. وجبت شعريه عشان هعمله عدس بالشعريه. الخلاط بتاعي باظ وانا بشغله لقيته بايظ، فزي ما بنقول الجيران لبعضها، فانا اول مره في حياتي اخد حاجه من حد من جيراني، فانا استلفت الخلاط بتاعهم اهوت. لو هم متابعيني بقى شكرا جدا، لان انا ما شفتكمش، هبه اللي جايبه منكم. شكرا قوي قوي، لان انا اول مره في حياتي اطلب حاجه من حد، فانا بشكركم على العام اهوت. وعايزين لايكات للجيران المحترمه اللي يعني بيخدموا بعضهم كده، سواء خلاط بايظ، سواء احتجت شويه ميه لو الميه قطع عندهم، سواء يعني نخدم بعض، مش لازم يعني نكون جيران وحشين نتخانق مع بعض وكده. فانا اول مره في حياتي، بصوا من ساعه ما جيت الدنيا ديت اطلب حاجه من الجيران. يعني انا دايما ممكن وانا صغيره كان بابايا ممكن يبعت لي، او ستي الله يرحمها تبعت لي اجيب حاجه مثلا من الجيران، طماطميتين، او هم يطلبوا مننا شويه ملح، حاجات زي كده. بس انا اول مره في حياتي اعملها كشخصيه يعني. فانا بشكركم على العين. هقشر بقى الجزر واغسل الطماطم ونرجع نشوف هنعمل ايه. دلوقتي بقى هبدا اشتغل في العدس. بصوا الميه غلت يا اختي انت وهي، لايك يا اختي، لايك تشجيع كده لموزيات اختك حبيبتي. احط الجزر والطماطم والبصل، لكن مش هحط توم دلوقتي. ليه؟ لان انا عندي توم مفرز ماشي، مش هينفع احط اسلقه معاهم عشان مش توم فصوص. فانا هستخدم التوم وقت ما اجي اعمل الطشه بتاعه العدس بالبصل، احط معاها حته توم حلوه كده، اعوض التوم اللي انا ما حطيتهوش في السليق، فاهماني؟ واحط بقى العدس بتاعي غسلته كده اهو. اختي نزلي بقى العدس اللي هنا، بسم الله، واسيبه بقى يتسلق. وبعد ما يتسلق مش تروحوا الخلاط، يعني مفيش وجبه اسهل من كده. وعبال بقى ما العدس يتسلق نستغل الوقت بتاعنا نعمل ايه؟ نعمل صينيه الكيكه بتاعتنا ماشي. همسح بقى الرخامه واحط الشعريه هنا عبال مثلا ما العدس بتاعي يتسلق، وهمسح الرخامه واوضب اي حاجه ونرجع نشوف هنعمل ايه. هبدا بقى اشتغل في الكيك بتاعي. كلكم في الفيديو بتاع الكيك قلت لي كيكه شكلها روعه يا ام زياد، عاوزين طريقه. واحده كمان بتقول لي افتحي محل كيك، لا مش للدرجه دي يعني. بص انا بعمل الكيكه يعني يعتبر بطريقه عشوائيه، مش بقول المقادير وكده، بس انا بحط هما 3 بيضات او بيضتين بس على حسب المتوفر عندي. بحط ايه يعني، دلوقتي هما متوفرين عندي 3، فانا بحط 3 بس. وبحط مع البيض دوت بعد ما اكسره بحط كيس فانيليا عشان ريحه الزفاره ماشي. بسم الله. وممكن تحطي معلقه خل، انا بحط، انا كده بحط خل في الكيك، معلقه واحده عشان تنفش معايا. وبالمضرب ده لسه جايباه، بعمل بقى كده اهوت بتاع 3 دقايق. مش بعملها كيكه اسفنجيه دي اللي هي منفوخه، لا انا بعملها كيك عادي، بس بقعد اضرب كده بتاع 3 دقايق. بسم الله. بعد ما عملت بقى البيض كده مش بفرمه يعني اللي هو يعمل فوم وكده، لا يعني هي كيك عادي. وبعدين بحط معاه اللبن، بسم الله، يكون لبن عادي يعني بدرجه حراره الغرفه، يعني حطي حبه، يعني ده نص كيلو لبن. وبرده تقدري تعملي اللبن في البيت كده اهوت. انا حاطه السمنه على النار تسيح، تفرمي كده اهوت. وهتحطي كمان السكر والسمنه. بحط كل حاجه مع بعض الا الدقيق والبيكنج باودر. الدقيق والبيكنج باودر بحطهم في الاخر مع بعض. وبتدخلي الدقيق بتدخليه كده ايه كده اهو اختي، او ممكن تسيبي زي ما هو عادي مش اي مشكله. بحط كوبايتين سكر، بس انا بحط كده عشوائي، بس انا عشان معاكم بقى هجيب كوبايات عشان نمشي ايه بالخطوات يعني. لا الكوبايه دي كبيره، فانا هحط كوبايه سكر واحده بس عشان الكوبايه دي المج شكله كبير، فنحط كوبايه واحده. وهنضرب برده،
بسم الله. لازم طول ما انت شغاله قولي بسم الله بسم الله بسم الله. اذكري الله كتير في الاكل هيطلع طعمه حلو، حتى لو انت عاملاه بطريقه عشوائيه، يعني مش بطريقه اللي انت من المقادير زي الشيف شربيني والشيف علاء شربيني والكلام ده، لا طريقه عشوائيه، طريقه ست بيت يعني زي كده اهو. المضرب ده حلو، في ناس قالوا لي وحش بس انا والله شايفاه حلو، يعني بيسرق معايا مش بيخلي البتاعه تكلكع مني. هنروح نضرب كده شويه ونرجع نشوف هنعمل ايه. يلا يا هبه كلمني. لا ما قلت لك مدقيق كيس. هنحط بقى شويه سمنه. قولي لي انت بتعملي ايه؟ يلا انا بحط هنا دقيقه عشان لما احط الحاجات دي ما تلزقش. شاطره يا اختي شاطره، برافو عليكي. قلت لك حاطط دقيق عشان الكيكه ما تلزقش. وهنحط بقى البيكنج باودر دوت، يعني مش نص كيلو، نص كيلو الا. انا كده هخلطه على الكل. ايه؟ كده على كل الحله دي. قلت لكم حله على كل صينيه، هي مش حله على فكره، هي صينيه. بتقلبي كده اهوت، والعدس على النار بيستوي. حطي بقى كده اهوت بسم الله. اضربي بقى بسرعه. ماما ارميهم ولا اسيبه بقى؟ ايوه ارميهم، انت بس بتبدريها وخلاص كده اهوت. حلو المضرب ده على فكره، في ناس كتير قالوا المضرب ده وحش لكن طلع حلو وسريع، عامل زي الكهربائي واحسن منه كمان. انا عندي كهربائي جوه بس مش بحبه كهربائي، حلو الكهربائي. الواحد بيقول ساعات كلام وبعد ما بيخلص بيقعد يضحك على نفسه. ايه اللي بيقوله ده؟ بصي سريع ازاي، مش بتخليكي تكلكع، مش بتخليها تكلكع. بسم الله. ده كده يا ماما. بصوا الكلام تبدا تفور اهي عشان البيكنج باودر معاها. اتعلمتي هبه الكيك؟ اه اعملي كده اهي. لا خلاص اهي عشان عاوزه سريع اهو. نحط كله. ايوه اما تبقى شويه ونخلص شويه. اعملي يا هبه، عاوزه تعمل بس خلوها تشتغل. اعملي عادي ما تبدوش. لا يا هبه لا كده كده. لا لا مش تقيل اهو. انت ايه ده؟ والله تقيل ولا حاجه، سريع اهو. كده معلقه طلعي معلقه بس لازم ما تنساش ان دي ما يكلكعش معاكي، ما انت مش لعبه هي. وهو بيبدا يتقل اهو، بيبدا يتقل اهي، الكيكه بتبدا تتقل اهي. اهي ما خدتش مني 5 دقايق بسرعه وسريعه. الحاجات دي ايه؟ بتقول لكم مين بيلحس الكيكه النيه. ممكن بقى معلقتين كاكاو تعمليها بالشوكولاته وطعم برتقال بقى، في برتقال دلوقتي شيلي اللبن حطي برتقال. هي ما خدتش مني وقت خالص اهيت وتقولها كده كويس. بصوا كده هنا كده بقى حطي في الحوض. بحب اكتر من الكيكه. لا لسه شويه، استني في الفيديو اهو. اهم حاجه في الموضوع دوت الفرن بتاعك يكون شغال قبلها ب5 دقايق، يعني يكون شغال قبلها. اتفضلي يا انسه. نبدا بقى ننزل في الصينيه بتاعتنا المبدره من الانسه هبه. بسم الله اهيت. ايه رايك يا هبه؟ يا بنت ما تاكلهاش نيه، البيت يوجعلك بطنك والله، البيت هيوجعلك بطنك بالجبس. ماليش فيه. كسري اهي مش مكلكعه وجميله اهيت. تعالي بقى انت بقى حطيها في الفرن اهي. استنوا كده انا هظبط الفرن بتاعي، هعمله على درجه حراره. احنا عندنا هنا الفرن على الساعه كام؟ هعمله على كام يا هبه؟ اي حاجه. انا هعمله على 180. وكده خلاص. تعالوا بصوا بقى العدس استوى. تعالوا اختي تعالوا. بصوا كل حاجه بقت تمام، الجزر والبصل وكل حاجه. انا هحط الثوم معاكم في الطشه بتاعه العدس. هنطفي بقى النار والكيكه في النار، كيكه في الفرن حلوه، كيكه في النار ديت. وهي بقى عاوز تعمل رز. احنا هنجرب الخلاط بتاع الناس دوت. في انا بحب اعمل العدس وهو سخن، مش عارفه بقى هنا يحصل حاجه ولا لا، بس انا مش عامله الشفشه على الاخر يعني نصه بس. وهجيب حله كده اهوت، اشيل دي خلاص كده اهوت، احطها على الرخامه. ما تشتغلي يا هبه. ونحط هنا الحله ديت وهنولع النار. فرمت بقى العدس واتكهربت يا جدعان والله العظيم الخلاط بيلمس فانا اتكهربت. هنبدا بقى نشتغل فيه بعد ما نخلصه. بس هي حسابنا وحمر شويه شعريه. انا عامله ربع كيلو عدس بس مش هحط ربع كيلو شعريه كله. قولوا لنا برده الطريقه بتاعتكم في العدس بتعملوه ازاي وبتحطوا اضافات ايه، بتحطوا كوسه بتحطوا بطاطس. قولوا لنا الطريقه بتاعتكم عشان نتعلم من بعض، يعني انا نتعلم مني كل تعلم مني وكلنا نتعلم من بعض. انا بعد ما بحط الشعريه بحمرها اضيف عليها العدس، وفي الاخر بعمل الطشه اللي هي بالخل وبصل وطماطم ايه يا جدعان، خل وثوم وبصل وبطشها على العدس. طعم جميل جدا، بتحسسك ان انت بتاكلي فته بقى، بتبقى طعمها لذيذ. فاحنا هنعلي النار بقى ونشوف هنعمل ايه. لازم نحمر الشعريه لماما واحده هبه. هبه بتخاف من البوتاجاز قوي. لا بس هي بتخلي دايركت. لا ما تتعلمي هبه، تدرسي هي مره والثانيه حاجه ايه، بايدك تنشف كده اهو وتبقى خشنه. قلبي بسرعه. بنقلبها وبعدين نحط ايه بقى عليها اول ما تتحمر؟ العدس. برافو عليك. هنحمرها تبقى لونها ذهبي كده وبعدين نضيف عليها العدس. في بقى قلقانه. يلا يا بنتي اتعلمي. صوري يا حبيبتي اتعلم عشان انا لما تكبر تشوف نفسها. انا هعمل انا شويه رز كده.
فرمت بقى العدس وحطيته على الشعريه، هبدا بقى املحه. انا بحط ملح وفلفل اسود بس، وممكن ترش رشه كمون بس كده. بنحط ماجي بقى يا جدعان النهارده، هنجربه من غير ماجي. قولوا لنا انتوا بقى بتحطوا ايه اضافات، وهنحط كوبايه ميه بس. التوم بقى، جبت التوم و اسمه ايه البصلايه اسمها ايه، وهنشيل الماجي. طبعا هتقلبي كويس وتدوقي، لو الملح مظبوط تمام اوكي، مش تمام بتزودي الملح زي ما انت عاوزه. كده ناقص بس كوبايه ميه ونغطيه، بياخد بتاع 10 دقايق سوا وبسرعه خلاص، ما بياخدش وقت خالص. دلوقتي بقى خلاص العدس على النار، هنبدا بقى نعمل الطشه بتاعه العدس. بسم الله. البوتاجاز مش عاوز يولع ده يا جدعان. وهناخد الطاسه ونضفت البصلايه، حطي معلقه سمنه، ممكن تعمليها بالزيت بس انا هعملها بالسمنه. نعم حرامي؟ لا يا ابا مفيش حرامي، مفيش حرامي، احنا هنخلي الحرامي يجي بالعافيه. وبصلايه بصي يا اختي، قولوا لنا بقى انتوا بتعملوه بايه، قولوا لنا بالطشه ديت بتعملوه بطشه ايه. انا في الاخر قبل ما يستوي مثلا ب3 دقايق بروح عامله كده وبصيحها معلقه سمنه، عايزاها تستوي كده بسرعه، وبقطع عليها بصله بس بقطعها صغنن يعني كده صغنونه. هبه اللي نضفت لي البصلايه يا جدعان، مش انا اللي منضفاها. قلت لها خدي بقى نضفيها كده عبال ما انا ايه احط العدس واخلصه. وراحت ودت كمان الخلاط للجيران عندنا. شطوره يا هبه. نقطعه كده صغيره كده اهوت، وبتقلبي فيه كده بتاع حوالي 3 دقايق، وبتحطي عليه معلقه خل بس في الاواخر خالص، عشان لاني مش هينفع خل دلوقتي عشان ما يبص، يعني اكنك بتعملي طشه فته بس انا حاطه بصل. ممكن تعمليه بالثوم بس. تحمري فيه، وبعد 5 دقايق ولا 3 دقايق بتحطي الثوم، لان لو حطيتي الثوم دلوقتي هيتحرق منك على طول، لان البصل يعني بيطول شويه على الثوم. تحمري كده اهوت وتظبطيه بقى. نحط رشه فلفل اسود. لولي عماله تتفرج على النت يا جدعان، خلصت لي النت. والنهارده حظنا وحش، يعني بتوع التليفون الارضي يقوموا كلمونا بيقولوا مفيش مكان في الكابينه عندنا، يعني مفيش مكان. حظنا وحش جدا 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 في النت هنا، ما عندناش نت هوائي. الهوائي رخم على فكره، في ناس كتير سالتني عليه. لا ما انصحكيش بيه، انصحك لو انت كنت انت لوحدك بس، لكن مش فاتحه قناه زينا بيحرق النت بطريقه فظيعه. يعني ممكن كل شهر تدفعي لك 1000 جنيه، ممكن اكتر كمان. بيخلص بسرعه، يعني مش عارفه اوضحها لكم ازاي بيخلص بسرعه. تعرف انت توضحها لهم الميجات عامله ازاي؟ الجيجات قليله وسعرها عالي. سعرها عالي، يعني اقل حاجه تبداي ب 500 جنيه وبيزيد بقى. 500 جنيه ما تقعدش معاكي اسبوع ولا 10 ايام لو انت بتنزلي فيديوهات زينا. لكن لو انت بقى لوحدك كده اهو عادي، بتهيألي هتقعد عندكم كتير لو انت بتتفرجي على حاجات عاديه. يعني هنحط الثوم بسم الله بتاع معلقه ثوم، لان العدس بيحب الثوم. وهنقلب والعدس هنا بيغلي. شوفوا يا جدعان، حسسنا بريحه الشتاء، تحس ان في الشتاء خلاص هل عليك. هنوطي عليه ونحمر البصلايه ونرجع نشوف هنعمل ايه. حمرت بقى البصلايه ومعاها الثوم كويس بس مش محروق، يعني متبله. تبليها كده يا اختي تفتحي العدس بتاعك. قولوا لنا بتعملوا الخطوه دي ولا لا، وتعملي كده ما بيبقوش تقش بس بترجع تخش في الناحيه الثانيه. انا عاوزه بتاع دي. استنى مش المفروض دي اللي انا اعمل بيها يا جدعان خالص. انا عاوزه احرك ده كده. الله والله العظيم ريحته روعه. تنزلي بقى وبتسيبيه يغلي كده بتاع حوالي 3 دقايق وخلاص على كده استوى. البصل كده متحمر خلاص كده، بيدي ريحه جميله جدا جدا. كده خلاص فاضل الكيكه. هنروح بقى لما الحاجه تستوي نرجع لكم بقى واحنا بنقدم. خلصت بقى الفلفل. بصوا ايه ده، ايه خلصت الفلفل ده. خلصت بقى يا جدعان العدس. بصوا هو استوى، وعملت جنبيه شويه رز صغننين اللي عاوز ياكل رز بقى قالوا لي اي حد. وعملت هنا شويه قرن فلفل، شويه قرن فلفل حلوه جميل قوي المصطلحات اللذيذه ديت. قليت شويه فلفل عشان حاجه حراقه جنب الاكل. ممكن تقطعي بقى انت بصل تحطي عليه خل وتظبطي الدنيا، بس احنا دلوقتي مش عايزين بصل، هناكل فلفل حراق بس. وهنرش عليه شويه ملح. وهبه جت وانا بعمل الاكل يا بنتي اصبري بعمل الاكل، راحت مسخنه لبن وكانت بتاع ده يا محمد ايه شوفان. بصوا اهوت الفلفل، بصوا جنب الاكل بتاعهم روعه روعه. والكيكه تعالوا نبص عليها. بصي كده دي نضيفه بسم الله. وكيكه كمان استوت. بصوا عشان تعرف انها استوت منك، انا مش عاوزه اصلحها المفروض تبقى في الفرن ها، بس لونها باين عندك يا محمد. باين. بتجيبي السكينه هي بتكون نضيفه اهي، انا عملت كذا مره، عملت كذا اختبار. وبتحطيها في نص الصينيه بسم الله. بتحطيها كلها كده اهو وتطلعي الصينيه، طلعي السكينه. لو السكينه طلعت منك نضيفه زي كده، هي نضيفه ما فيهاش حاجه اهي نضيفه يبقى استوت. لو دخلت كده اهوت السكينه وطلعت السكينه فيها عجينه تكون لسه كيكه نيه، لكن هي خلاص كده استوت. هقفل الفرن واسيبها في الفرن بقى مع نفسها تستوي اكتر. لو في بقى حاجه نيه ولا حاجه، بس هي كده خلاص جميله. هطلعها لكم وتشوفوها برده، وهقطعها في نهايه الفيديو يعني. لا هقطعها الصبح يا جدعان، دلوقتي احنا هنتعشى خلاص، يعني دي الفطار بتاع بكره.
فطار بقى، عشاء غدا. بصوا اهيت اهي، بصوا قبه اهيت وجميله وريحتها تحفه اهي. تحطيها بقى في الفرن كده، ما تطلعهاش بره وما تفتحيش عليها الفرن، تخليه دوبك مردود كده بس، ما يبقاش سخن قوي عشان ما تنشفش منك وما تبقاش تهبط لو فتحتيه، او تقفلي يعني كده اهو، سنه صغننه بس كده اهو بس كده. فاضل ايه بقى؟ هنغرف وناكل. اتفضلوا معانا دلوقتي بقى. هغرف بسم الله. بصوا هو تقيل، عاوز تخففيه بقى انت خففي بميه، بس انا بحبه تقيل. بسم الله. بيفكركم في ايه؟ بيفكركم بايه؟ العدس دلوقتي في شهر 1 بقى وفي شهر 2 بقى، احنا مصدقنا ان الجو يسقع، بس والله ريحته جميله بالثوم وريحته روعه. زياد مش عاوز ياكل، اللي ياكل انا ومحمد وبنتي. بتاكل ايه بقى؟ جدعان جالي هبوط لما شغلت اللي اسمه ايه دوت الفرن مع البوتاجاز، المطبخ سخن بطريقه رهيبه، فجالي ضغط وطي عليا. وهنغرف شويه رز. اللي عاوز رز بقى جنبيه انا هغرف ليه. طبعا احنا هنجرب. بسم الله. كان هيعجن مني الرز. احلى حاجه لما حاجه تبوظ منك تقولي عليها، تبقى عليها احلك والله العظيم. ده لما يجي حد ياكل يقول لك الرز معجن، الرز لا مالح، انت قولي وانت بتقدمي الحاجه لا يا جماعه الحاجه دي مالحه مني، لا يا جماعه الحاجه دي عجنت مني، عشان ما حدش يقول لك كلمه. اكله شعبيه 100 100 ولا فرق الجمعيه. كده خلاص بقى خلصنا. الكيكه استوت ووريتها لكم والاكل جميل 100 100 اهوت. بس المطبخ بقى طبعا بقى مكركب ومعفن، هيتنضف بعد ما نخلص. لا اعمله بكره، مش هعمل حاجه النهارده، انا النهارده تعبت. امبارح بعد ما خلصت الاكل كنا عاملين امبارح عملنا كبده وعملنا رز بسمتي، بعد ما خلصنا انا وهبه شغلنا غسلت الاطباق على نص ساعه بس، يعني نص ساعه بس، ومسكنا المطبخ نضفنا. قولوا لهم ايه بقى؟ نضفنا الحمام، نضفنا المطبخ، نضفنا الحمام، نضفنا الحوض في نص خلصنا احنا الاول الغساله. احنا ظبطنا الغساله على نص ساعه بالظبط عشان بتغسل شويه مواعين، واحنا خلصنا فاضل لها 10 دقائق خلصنا المطبخ والحمام. صار الحمام في 20 دقيقه بس. هبه كانت فرحانه قوي ومتحمسه، عملت ايه بس في الاخر ايه اللي حصل لك في الحمام وانت داخله؟ اتزحلقتي وهي داخله بوم اتفتحت الحمام. فكده خلاص خلصنا الفيديو. مرش بقى على العدس اخت شويه شطه كده وحته سمنه بلدي. بعد ما قفلنا الفيديو بقى اللي طلعت تجري وبتصرخ تقول استنى عشان اقول معاكم يا ماما، فاحنا هنقفله تاني. يلا بقى عشان نقفل الفيديو بالدموع. بصوا الدموع يا محمد، هات الدموع يا محمد. بصوا يا جدعان كانت نايمه جوه. استنوا دموع، هي كانت نايمه، هي كانت نايمه. يلا بقى وكده خلاص خلصنا الفيديو. كان معاكم زياد وهبه ولولي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.